هلو ويلكم everybody. معكم عادل مشجع ديال يونايتد لسنوات من 2020 وانا كندير فيديوهات على مانشستر يونايتد. مؤخرا حبست الاسباب خارجه على الاراده ديالنا، ولكن اليوم رجعت باش ندير فيديوهات على الفرقه اللي كتعجبني واللي كنبغي بزاف اللي هي مانشستر يونايتد. اليوم غنهضروا على الماتش ديال يونايتد ضد ساوثهامبتون. غنهضروا على بزاف ديال المواضيع. اول حاجه غنهضروا عليها هي الاصابات اللي كتلاحقنا سنوات دابا من نهار جا تين هاك. هو عنده الشبح ديال الاصابات كيتبعو. عاد غنهضروا على ستارتين 11 اللي يقدر يبدا الماتش، ماشي ستارتين 11 اللي انا باغي، ولكن ستارتين 11 اللي غالبا غيبدا الماتش. موراها غنهضروا على الريزولطا اللي كيبان لي نقدروا ناخذوا ضد ساوثهامبتون. عاد غندوزو نهضروا على واحد الاشاعه اللي ما كنتش باغي نسمعها، ولكن رجعات لا سيرفاس عاوتاني، اللي هي رابيو للمان يونايتد. anyway تفرجوا في الفيديو. اول حاجه نهضروا عليها هي الاصابات اللي كتلاحق المان يونايتد. حتى دابا كاين 4 ديال الاصابات اللي خليناهم قبل البريك ديال المنتخبات. اول واحد كان هو مالاسيا اللي عام ونص ما لعبش. اليوم هذا وعد تين هاك قال باللي رجع للتدريبات وكيخدم مزيان باش يرجع يلعب، حاجه اللي كنسمعوها لدابا شهوره. ولكن صراحه مالاسيا تمني كان بكامل القوه ديالو ما كانش داك لارير غوش اللي نقدروا نعولوا عليه. ومني غير رجع من بعد اصابه طويله، واش غتقدر تعود عليه؟ واش غيرجع بالمستوى ديالو؟ واش غيجري كما كان كيجري؟ حاجه اللي صعيبه بزاف. داكشي علاش كيبان لي اليونايتد خاصها تقلب على اريا غوش جديد. حتى دابا غا كنعديو في داك البوست. مره كنلعبوا مزراوي، العام اللي فات كنا كنلعبوا امرابط، مره كيدخل ديوغو دالو. صراحه السيتوياسيون اللي صعيبه، خاصنا ضروري اريا غوش. ما يمكنش نبقاو معولين على مالاسيا واللوكشو. بما اننا دوينا على لوكشو حتى هو من اللاعبين اللي دوزوا فتره طويله في الاصابه، ومن الفوق مشى لعب لورو مع الانجليز ساشون كو كان مصاب، حاجه اللي اثرت عليه وعاود خدا اصابه جديده. وكانوا واعدونا باللي لوكشو غادي يرجع من مورا الانترناشونال بريك الاولى. البريك سالات وباقي ما شفناش الشو. ابارامون ما غيكونش حاضر في هذا الماتش هذا، وغالبا ما غيكونش حاضر حتى في الماتش ديال بارنزلي. حاجه اللي ولفناها بصراحه. انا ما بقيتش كاع كنعتبر شو كاين في الفرقه. كان ما كانش وي دونت ريلي كير، خاصو يرجع في الصراحه. مي نقدر نقول لكم باللي شو غادي يقول لنا بحال امر غادي يقول لنا السلام عليكم الله يعاونكم. غيدخل غيلعب غيتشوف لي دغيا غيدوز شحال، نعطيه شهر غادي يلعب شهر، وموراها غادي يتبليسا. عاد عندنا هويلوند اللي تبليسا في الماتش ضد ارسنال. بليسيور اللي بصراحه ما فهمتش كيفاش جاتو ما كانتش كتبان شي بليسيور اللي سيريوز. ولكن حتى دابا باقي ما شفناش هويلوند راجع، وتا هو ما غيكونش حاضر ضد ساوثهامبتون. غالبا غنقدروا نشوفوه يرجع في ماتش ديال بارنزلي ولا الماتش ديال كريستال بالاس. هويلوند لاعب اللي محتاجينه ضروري، خاص المنافسه في ذاك البوست معاه هو وزيركزي. دابا عندنا غير زيركزي اللي يلاه جا وباقي ما عارفينوش اش ساوي. سيغت ماركا لينا بيت ضد فولهام، ولكن خاصنا لاعب اخر. هويلوند العام اللي فات دار سيزون مزيانه، لاعب اللي واعد، كنتسناو منه بزاف ديال البيوتا. كنتمنى يرجع. عاد عندنا ميسن ماونت اللي كنظن باللي رجع، حيت كانت تبليسه في الماتش ضد برايتون، خرج في البروميير ميطون. ابارامون كيقولوا باللي رجع، ولكن في البريس كونفرنس ديال تين هاغ ما سمعتوش دوا عليه حتى دابا. ميسن ماونت دار ديبيوت سيزون مزيان ضد فولهام وفي البروميير ميطون ضد برايتون. دقائق اللي ما كافياش باش نقدروا نحكموا عليه. لاعب اللي خدم بزاف باش يرجع بكامل القوه ديالو هذا السيزون، ولكن للاسف ما عندوش ظهر مع لي بليسير. حتى هو كيبدا كيشد الرسميات تبليسه عاوتاني. سيد انجري برون في الصراحه. لاعب لي صراحه هو كنت كنتسنى منه بزاف كاع التوني ديالو. اني واي نتمناو يرجع ويقدم لنا مستويات اللي كان كيقدم في تشيلسي، حيت الصراحه لاعب اللي عنده ما يقول. واللي نخاف عليه هو يرجع دابا ويتبليس عاوتاني، ديك الساعه نكونوا استفدنا والو. ندوزو دابا للتشكيله اللي كنتوقع تدخل في حراسه المرمى. بطبيعه الحال ومع الاسف غادي نلعبوا اندري اونانا. مع الاسف اندري اونانا من الصفقات الفاشله اللي درنا. جول كيبر اللي ما عندوش مع الشاط الساقين. جابوا لينا بديك العقليه ديال حكا كيلعب كره من اللور. اي دونت كير، ما كيحبش السيزون اللي فاتت في الشامبيونز ليغ كان زياش كيضربها فيه وكتدخل. اي ريست ماي كيس، ما غنزيدش نهضر عليك حتى. عاد عندنا في الاظهره غيكون دالوت على اليسار ومزراوي على اليمين. مزراوي اللي ديبيوت سيزون باخ في دار، واخا المان يونايتد ما كانش في شي مستوى اللي كبير. مزراوي خرج ماتشات نقيين. عاد فلاكس
كنتمنى يكون مارتينيز وديليخت، ونتمنى ما نشوفوش ماكواير. بزاف ديال الناس بداو كينتقدوا ديليخت حيت دار ماتش كارثي ضد الالمان. اي دونت كير، هذاك الماتش مع هولندا الماتش غير يلعب معنا حنا، حتى يلعب خايب ديك الساعه عاد نحكموا عليه. ديليخت خاصو يدخل تيتولير حدا مارتينيز. عاد في الوسط غادي يكون بيان سور كوبي ماينو، وحداه كنتمنى تنهاغ يدير عقلو وما يلعبش كازيميرو حيت ما يستاهلش يلعب. دار ماتش كارثي ضد ليفربول، خاصو يتعاقب، خاصو يجلس في البونتوش. داكشي علاش خاصو يلعب اوغارتي وكوبي ماينو، وقدامهم بطبيعه الحال الكابيتانو برونو فرنانديز. عاد الثلاثي ديال القدام بطبيعه الحال غادي يكون زيركزي تسعود، اغوش راشفورد، وعلى اليمين كنتمنى يدخل اماد. انا في اغوش كنبغي نلعب بلاعب كوشي بصراحه، ما كنبغيش ندخل غارناتشو تما. دخل لي اخويا اماد تما، شوفوا واش غيدير. هو القدام زيركزي كما قلت لكم. في لي رومبلاسون المحتملين غالبا غادي يدخل غارناتشو في الدوزيام ميطون، غادي يقدر يدخل عاوتاني حتى ميسن ماونت الا كان رجع وينات. كنتمنى يدخل حتى اونطوني اللي ما خداش الفرصه ديالو هذا العام. اونطوني اللي صراحه كيجيني لاعب مظلوم، لاعب اللي تري تالونتيو، عنده ما يقول، و اتس الشيء ما تقناش فيه هذا العام، ما خدا حتى دقيقه. كنتمنى ياخذ دقائق ضد ساوثهامبتون في الدوزيام ميطون، حيت اتليست كيماركي ملي كيشد في كره مزيان وكيكون تاق في راسو راه كيماركي. ملي كتقارن مثلا بين سانشو وبين انطوني راه ليفلز هذا سانشو في المان يونايتد. كنشوف بزاف الناس كيشجعوا المانيو وكيدافعوا على سانشو. انطوني قدم بزاف للمان يونايتد في هاد الاعوام اللي لعب فيها. والله ما عرف شحال دوز معنا انطوني، دوز معنا 3 سنين دابا، فاكين ها 3 سنين لعب معنا انطوني، هو لعب الثالث ديالو. anyway انطوني خاصو ياخذ دقائق، حيت جبناه ب 90 مليون وما كانش كارثي. ياس شي مرات كان تيكون بحال لاعب بحال ما لعبش، مش شحال من مرات كيدخل بيوت ناضيين. انطوني كنتمنى ياخذ دقائق. دوزو دابا الريزولطا اللي كنتوقع في الماتش ضد ساوثهامبتون فرقه اللي لا طلعت وتا دابا مقدمين موسم كارثي، باقي خسروا كاع الماتشات. كنظن باللي اليونايتد خاصها تربح. هادشي اللي قال تنهاك في البريس كونفرنس ديالو، قال ميمكنش نلقاو اعذار، خاصنا نربحوا كاع الماتشات اللي غادي نلعبوهم. داكشي علاش ضد ساوثهامبتون كنظن باللي غادي نربحوا ب2-0. كنظن باللي برونو اخيرا غادي ماركي. علاش كنقول برونو غادي ماركي؟ حيت عندي في الفانتازي وحاط عليه فلوسي، خاصو اتليست ريتيرن واحد اصاحبي. هاد الاشاعه اللي سمعت اليوم اللي هي ديال رابيو قريب المان يونايتد، اشاعه اللي طلعت ليا في راسي وكنتمناها ما توليش حقيقه، حيت رابيو لاعب اللي ما كيوالمش المان يونايتد، سورتو المان يونايتد اللي كاينه دابا. لاعب عنده 29 عام، لاعب اللي كيفاش نقول لكم ماشي ستابل، مرات يكون واعر مرات يكون عيان، وما جاش تحط عليه صالير اخر غادي يلعب لك هذا العام، ولكن العام الجاي غتبغي تهنى منه. يلا عاوتاني غنتقاسقوا نفس المشاكل اللي عندنا مع كازيميرو، نفس المشاكل اللي عندنا مع اللي كانوا عندنا مع بزاف اللعابه. المشكل اللي عندنا مع اريكسن دابا نيت، اريكسن هو غا جالس، انا كاع كنفكروا فيه واش غيدخل ما غيدخلش، لايك هو كيرز. داكشي علاش رابيو غادي تكون صفقه فاشله جدا. كنتمنى عمر براده ما يفاليديش الترانسفير ديال رابيو. اصلا رابيو كون كان لاعب اللي ينفع الفراقي، كون لقيتي ليفربول ارسنال سيتي تشيلسي كلهم واقفين عليه، ما كاين حتى فرقه باغا. شحال دابا لو 13 سبتمبر باقي السيد ليبر، اش غنديروا به يا اخويا؟ ما حنا ماشي دار العجزه، حنا ما كنديروش تشاريتي اللي ما عندوش خدمه كنقولوا ليه والله I give you a job. You want a job? Come to me. والله I'll get you a job. كاينش ديك الهضره كنتي كويري غنسنيو معاك، ما كنتيش كويري ما غنسنيوش معاك. رابيو ماشي كويري اخويا، ما هو كويري ولكن انا ما كنفضل ما يلعبش في الفرقه ديالي، ما كنفضل ما يلعبش في الفرقه ديالي بصراحه، يمشي يقلب على راسو في شي فرقه اخرى. anyway كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. الا عجبكم ما تنساوش لايك كان سبسكرايب، وإلا كتسائلوا علاش كنشجع يونايتد تقدروا تفرجوا في هذا الفيديو هذا اللي كنشرح فيه كيفاش تعوديت كنشجع اليونايتد. anyway thank you for watching and see you guys next time.